عاملين ايه يا احلى اخواتي؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني ان شاء الله ما تحرم منكم ابدا. ربنا يفرحكم ويسعد قلبكم ويكبر بخاطركم يا رب. فيديو جديد ويوم جديد، ربنا يجعل يومكم النهارده منام بالحب والتفاؤل وراحه البال. النهارده كده قمنا بدري ناخد طاقه ايجابيه ونطلع الطاقه السلبيه، ورانا حاجات عايزين نعملها وهنروح كده مكان، يعني هننزل. قبل ما ننزل من بيتنا هنخليه كل شمعه منوره. قمنا بدري بقى عشان اشوف اللي ورايا. زي ما انتم شايفين السما رايقه، بس الجو ملزق والجو نار نار نار. عشان كده احنا خلاص يعني قلنا كفايه كده نار، يعني تعبنا بصراحه. عشان كده احنا خلاص هنمشي ونسيب المكان، عشان الجو بصراحه عذاب، بنتعذب بصراحه. طب انتوا هتروحوا فين؟ هتشوفوا، ما تجرش الفيديو معايا، هنشوف بقى احنا طفشنا وسيبنا بلدنا من الجو النار اللي احنا عايشين فيه. بس ما تجرش الفيديو، خليكي معايا لاخر الفيديو. كان عندي غسيل من الليل نشرته، عشان زي ما قلت لكم قبل ما اتحرك لازم يبقى الشقه نظيفه وما يبقاش في غسيل ولا اي حاجه. شلت الملايات كلها بتاعه الشقه وغسلتها من الليل. هنشيل كمان، نشفت هشيلها وانشر فيه، يعني دوره غسيل تاني هنشرها كمان. قبل ما نتحرك يبقى ايه، نسيب حاجتنا كده فل شمعة منورة. ادي بقى شلنا الغسيل كده وهنيجي ننشر. وادي بقى جبت الايه، الغسيل اللي هنشره كمان عشان يبقى كل حاجة مية مية. وادي كمان نشرت. وبعد ما نشرت دخلت بقى على المطبخ عشان نعمل لنا ايه، حته كيكه كده ناخدها معانا المكان اللي احنا هنروح. انا هعمل صينيه صغيره، مش هعمل صينيه كبيره عشان نفطر بيها في الطريق، عشان الطريق يعني هنقعد تاني يوم. ما انت ما قلتيش انت رايحه فين، هو سر ولا ايه؟ لا ولا سر ولا حاجه. احنا اخر الفيديو هتشوف احنا هنروح فين مع بعض. طبعا ما بحبش اخبي عنكم حاجه. بس هنبتدي اليوم واحده واحده مع بعض. اول حاجه كده الكيكه، طبعا انا عملتها معاكم كتير قبل كده، بس انا حبيت يعني ايه اعيشكم معايا كده اليوم من اوله، عشان انتوا اخواتي، ربنا يديم المحبه بينا يا رب. الكيكه هعمل الكيكه ولما حاجتنا وننزل على طول باذن الله. مقادير الكيكه: كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، وبيضه، وباكو فانيليا، وباكو بيكنج باودر، نص باكو بيكنج باودر، عشان انا هعمل نص المقادير اللي انا بعملها تمام كده، عشان هي صينيه صغيره. يبقى كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه زيت، نص باكو بيكنج باودر، وبيضه وفانيليا. اول حاجه هننزل بيها ربع كوبايه زيت عشان نضربها كويس جدا. كل ما هننزل بحاجه هنضربها كويس، هنضربها كويس عشان تاخد حقها في الضرب. معلش لو سامعين صوت دوشه وعربيات، احنا الحمد لله وصلنا. بس انا بسجل يعني في البلكونه عشان الجو حر وكده، بسجل في البلكونه، سامحوني لو في دوشه حواليا. الحمد لله يعني وصلنا بالسلامه. ادعوا لنا كده بتيسير الحال ونرجع بلدنا بالف سلامه. تمام كده. ادي كده الزيت هنضربه ياخد حقه كده في الضرب. بعد كده هننزل بالسكر. طبعا انتوا شفتوا معايا مقادير الكيكه قبل كده وازاي بنعملها، بس انا حبيت اشارككم اليوم كده من اوله عشان نعيش كده معانا اليوم، ونغير برضو ايه من المطبخ بقى كده ونطلع بره جو المطبخ. انا حبيت اليومين اللي هناخدهم عيشكم معايا الاجواء عشان نطلع من جو المطبخ وفاهمين وكده يعني. هربنا سيبنا أسوان. بصراحة الجو عندنا في أسوان صعب جدا جدا جدا، رطوبة وجو نار. الحمد لله على نعمة التكييف، مش عارفة لو من غير تكييف كنا هنقعد ازاي. الحمد لله على نعمك علينا يا رب. اخر حاجه معانا البيضه. طبعا عملتها في طبق وحدي عشان خاطر يعني اختبرها. انا عارفه واثقه يعني من الراجل اللي انا بجيب منه، بس ايه انتوا نصحتوني لا حتى لو واثقه برضو اختبريها في طبق وحدي. وفعلا انا يعني نورت بصيرته من ساعتها انا بختبر البيضه يعني، او البيض يعني في طبق وحدي. نزلنا بقى بالبيض اخر حاجه والباكو الفانيليا، وهنضربه كده ضرب حلو لحد ما تلاقي الخليط ريم معاكي. اول ما تشوفي الريم كده وريم معاكي تضربيه كده ياخد حقه في الضرب. اخدناه كده ببوله، وهننزل بكوبايه الدقيق وذره ملح ونص باكل بيكنج باودر، عشان احنا طبعا قلنا يعني هنعمل كميه الكيكه صغننه، مش هنعمل الصينيه الكبيره، هنعمل الصينيه الصغيره. مش هعمل اكل ولا اي حاجه معانا عشان الطريق يعني هيدونا وجبات وكده، يا دوبك بس الكيكه عشان الصبح مثلا مع كوبايه شاي نفطر بيها، او يعني البنات يعني اخر الليل ممكن ايه نتسلى بيها عشان الطريق طويل. يعني مش هناخد حاجات معانا كتير، هناخد شيبسات تسالي لب الحاجات دي يعني، لكن اكل لا، هيدونا وجبات وكده. انت لو وصلت لحد هنا ونسيتي ما تعملي لي احلى لايك من ايدك، انزلي بسرعه اعملي لي احلى لايك من ايدك. انا شايفاك اهو سرحتي مع الكيكه وسرحتي مع انا هروح فين، وجريتي الفيديو عشان تعرفي احنا رحنا فين، ونسيتي ما تعملي لي احلى لايك من ايدك. انزلي بسرعه اعملي لي احلى لايك من ايدك. لو بتتفرجي عليا لسه ما اشتركتيش في القناه، انزلي بسرعه اشتركي في القناه وشارك ونوريني في عيلتي التانيه عشان عيلتي التانيه تكبر بيكي قلب اختك. بعد ما ضربنا الخليط كويس، بعد كده قسمت الخليط نصين، هسيبه ساده، والنص التاني ضفت له معلقتين كبار كاكاو باودر
عشان خاطر هنعملها كيكه التايجر. تمام، يبقى ايه بني على ابيض كده. لازم ندلعها، مش اي حاجه يعني هناخدها معانا، لا لازم ندلع حاجتنا. هنفضل نضرب فيها كده ونضيف فيها كاكاو لحد ما تبقى بالشكل ده. انا عايزاها كده غامقه زي ما انتم شايفين كده، شايفين غامقه ازاي؟ عشان تدينا شكل حلو وطعم حلو كمان ايه في الكيكه بتاعتنا. قسمتها على نصين، نص كاكاو والنص التاني ابيض. تمام، وهنجيب بقى القالب بتاعنا. انا مش هعملها في الصينيه المربعه، هعملها في القالب الطويل ده عشان لما اجي اقطعها شرايح تبقى شرايح حلوه كده وشكلها حلو. دهنتها بقى زيت سمنه زبده زي ما انت حابه. هننزل بقى ايه حبه حبه كده فوق بعض، ابيض على كاكاو زي ما انتوا شفتوا كده. وطبعا انتوا شفتوا معايا الكيكه اللي عملتها قبل كده التايجر. اللي ما شافش كيكه التايجر شوفيها هتلاقيها في القناه، عاملاها يعني بالظبط، لان عاملاها يعني وحديها في الفيديو، هتلاقيها جايباها بكل تفاصيلها. تمام، ادي هننزل بقى حبه حبه لحد ما نخلص الكميه اللي معانا. شكر كل اخواتي وحبايبي اللي منوريني في عيلتي التانية، ربنا يجبر بخاطركم جبر يتعجب له اهل السماء والارض، ويفرح قلبكم ويسعدكم يا رب. ادي شكل الصينيه بتاعتنا، ادي اخر حاجه كده الكاكاو اللي معانا، وادي بقى كده الصينيه بتاعتنا خلصت الحمد لله. شايفين الجمال؟ بطرف السكينه خله اي حاجه عندي كده بالطرف كده، وشكليها بقى، اعمل الرسومات بقى وطلعي ايه الهندسه اللي جواكي والابداع اللي جواكي. دي خبطتين كده بسيطه على الرخامه وندخلها الفرن بتاعتنا لحد ما تستوي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. ادي بقى شنطه الهدوم خلاص قفلناها وهنقفلها خلاص، لمينا كل الحاجه اللي احنا عايزينها. ودي الكيس ده فيه بقى الغسول والكمامه لو احتاجناها، وماسك بقى وكريمات والحاجات اللي انا ايه محتاجه. ما خدتش حاجات كتير، وماسكارا والحاجات يعني ايه استخداماتي. وده الغسول بتاعي اليومي، وماسكارا بقى وزبده كاكاو، الحاجات اللي احنا ايه محتاجينها. مش هناخد حاجات كتير معانا عشان الشيل والمشوار يعني وكده. ما كترش في الشنط والحاجه، عشان طبعا انتوا عارفين معانا اطفال وكده، يبقاش الاطفال وماسكين الشنط وكده. حاولنا يعني لحد ما نقتصر شويه في الشنط. واخدنا بقى التاكسي كده واتحركنا. كانت على الساعه 7 بالليل بالظبط، 7 مساء بالظبط. احنا كده في طريقنا بقى عشان نروح نركب. هنا بقى كنا لسه في اسوان بقى بلدنا. حبيت يعني اعيشكم معايا اليوم. يعني ما جبتش معاكم احنا بنلم الشنطه وكده، يعني ايه حبيت اعيشكم اجزاء كده معايا. انتوا عارفين ساعه السفر بيبقى الواحد ملخوم وكده. ادي بقى المحطه، يبقى هنركب من فين؟ محطه اسوان الجميله، وده قطر النوم اللي احنا هنركبه. البلد اللي احنا هنروحها ما ينفعش يعني نسافر في اتوبيس، لازم قطر يعني عشان مده طويله. يعني احنا خدنا في القطر 15 ساعه عشان نروح، يعني كمان مش هي البلد اللي احنا هنروحها، لا يعني احنا كمان اخدنا قطر تاني بدلنا، يعني عشان القطر ده مش بيروح لحد البلد اللي هنروحها. هقول لكم كل حاجه بالتفصيل الفيديو جاي ان شاء الله. خدنا بقى الغرفه كده، ادي دخلنا حاجتنا. هتلاقوا القطر يعني متبهدل من بره ومن جوه يعني لحد ما يعني نظيف. ربنا يسهل الحال يا رب. ودخلنا بقى حاجتنا. انا حبيت يعني اوريكم حاجات بسيطه كده. ادي الطرقه يعني، وادي باب الغرفه، والستاره هنا تعلقوا بقى هدومكم. وهنا بقى رصينا الحاجات كده، واكياس كان لسه ما اتحركش دوبك داخلين. ندخل على محطة القاهرة. ده تاني يوم الصبح، كانت الساعة 9 كده، على الساعة 9 احنا دخلنا القاهرة على 9:30. كان فاضل نص ساعة وداخلين على محطة القاهرة. ما صورت لكمش يعني اول ما دخلنا وكده، لان اول ما دخلنا كان على الساعة 8 اتحرك القطر، وعقبال ما جابوا لنا الوجبات، لان في قطر النوم بيجيبوا لك وجبة عشاء وكده. هتشوفوه الفيديو جاي ان شاء الله وكل حاجة بالتفصيل. بعد ما اتعشينا نمنا عشان كنا تعبانين اليوم كله. ادي كده تاني يوم، وادي بقى وصلنا محطة القاهرة، مصر ام الدنيا طبعا. وصلنا بقى الام بقى، دي الام بتاعت بصوا المحافظات كلها. هنا كنا قاعدين مستنين القطر التاني اللي هنركبوه. نروح فين؟ هتشوفوا لاخر الفيديو. ما تجرش الفيديو البختك، انا شايفاك ما تجرش الفيديو، هو مش سر ولا حاجة، بس عيشوا معايا اليوم كده بكل تفاصيله. حبيت انا اوريكم كده محطة القاهرة. دي الارصفة اللي هي بتوديكي بقى ده منهور، والحتت اللي هي ايه بحري. الناحية التانية بقى الرصيف الناحية التانية الرصيف اللي هو الصعيد بيوديكي بقى المنيا، سوهاج، اسيوط، اسوان، الاقصر كده. يعني احنا رحنا بقى ايه نقلنا الناحية التانية عشان نركب بقى من الارصفة اللي هي بتودينا بحري. القطر اللي احنا ركبناه من اسوان ركبناه الساعة 8 بالليل، وصلنا القاهرة 9:30 الصبح، يعني قولوا 15 ساعة كده في الطريق. نزلنا القاهرة 9:30 الصبح، اخدنا القطر التاني عشان ودينا المحافظة القمر دي الساعة 12. القطر اللي احنا ركبناه عشان ودينا المحافظة دي 12 الظهر. يبقى احنا قعدنا على المحطة من 9 الصبح لحد 12 الظهر على المحطة. بس عشان مش بنحب بصراحة نركب ميكروباص او كده، بنحب نركب قطر.
نزلنا من القطر الساعة 3 عبال ما لقينا عربية، وفي طريقنا وصلنا الشقة الساعة 3:30. عرفتوا خلاص احنا فين صح؟ شفتوا طبعا الكوبري وشفتوا المية والعربيات، عرفتوا احنا فين. طبعا من الكوبري القمر ده، وعرفتوا طبعا من البحر والعربيات احنا في اسكندرية. اسكندرية العشق، اسكندرية المحروسة، يعني حاجة كده جميلة ما شاء الله لها وناسها طيبين. شايفين الكوبري القمر ده كوبري ستانلي، ده كوبري ستانلي طبعا مشهور جدا جدا هنا في اسكندرية. الحمد لله وصلنا بالسلامة. طب انت ما قلتيش ليه في اول الفيديو؟ انا حبيت اعيشكم اليوم كده بكل تفاصيله، ما عيشتكمش كل حاجه، بس معلش سامحوني. انتوا عارفين بيبقى يوم السفر ده بيبقى ضغط، وانتوا عارفين الاطفال، وتحاولي ما تنسيش حاجه. قانون الفيديو الجاي ان شاء الله جوله في قطر النوم بالتفصيل، واكتبوا لي برده في الكومنتات عايزين تعرفوا ايه عن قطر النوم والاسعار وكل حاجه. هرد الفيديو الجاي ان شاء الله. استنوا بقى الفيديوهات الجايه الجميله، القمر بقى في اسكندريه وجمال اسكندريه. لو وصلت لحد هنا تنسيش اعجاب الفيديو واشتراك في القناه. اسيبكم بقى في فيديو جديد يوم جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.